السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير وصباح الخير. واحنا بقى النهاردة هعمل لكم قراقيش خطيرة جدا جدا جدا، والله والله احلى من بتاعة الافران. وانا عارفة ان انا اتأخرت عليكم الفترة اللي فاتت دي وما كنتش بنزل فيديوهات، بس والله غصب عني. بس ادعوا لي بقى ان انا اقدر اواظب واستمر معاكم، بس ان شاء الله هستمر معاكم بإذن الله. وعايزه اقول لكم حاجه، انا نفسي كل اللي يشوف الفيديو دوت يعمل لايك، واللي مش مشترك يشترك معايا في القناه، عشان نفسي الفيديو ده يكبر ويوصل لاكبر عدد من المشاهدات، عشان فعلا القناه مش هتكبر غير بيكم. وعايزه اقول لكم بقى نروح على المقادير بتاعتنا، ومش عايزه اطول عليكم الفيديو. عندي هنا المقادير: 4 كوبايات من الدقيق، ونص كوباية من السمنة، ونص كوباية من الزيت، وتلات ارباع كوباية من اللبن. وممكن تحطوا بدل اللبن تحطوا مية، بس انا بفضل اللبن، يعني ايه بيدي تيست عالي كده في العجين، وبيدي طعم يعني يخلي طعم القراقيش كده معانا حلوة. والسمنة بتاعتنا بتكون لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. وانا عشان سايباها بدرجة المطبخ يعني عامة، فهي المفروض حتى لو ماسكة عادي في الوصفة دي، لو الزبدة ماسكة عادي. عايزة اقول لكم بقى بقية المقادير بقى بتاعتنا: معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة صغيرة من السكر، ورشة ملح اللي هي ربع معلقة صغيرة من الملح. ونجيب بقى البولة بتاعتنا اللي هنعمل فيها العجن. وبصوا ما تقولوش ايه العجن اللي هي بتعمله ده، بصراحة وصفة خطيرة جدا. هننزل بالخميرة والسكر والملح كده، هنبدأ وهننزل بقى ايه بالسوائل بتاعتنا، يعني مش هننزل بقى بالمواد الجافة. احنا نزلنا اهو حاجات جافة اهي، هننزل بقى بالسوائل بتاعتنا. وبعدين بقى نقوم رايحين بقى جايبين بقى ايه الزبدة بتاعتنا او السمنة. على فكرة ما تقولوش ان انا مسيحة السمنة، انا مش مسيحاها، هي السمنة عشان محطوطة في المطبخ ومش محطوطة في التلاجة، هي سايلة كده لوحدها. ولو ماسكة في الوصفة دي عادي نحطها عادي ماسكة، وهتدوب معانا في العجين. ونزلنا بالدقيق بالزيت، وبعد كده هننزل بقى ايه باللبن بتاعنا اهوت. وعايزه اقول لكم حاجه، ان ممكن العجينه بتاعتنا تحتاج لبن اكتر. عادي هنبدأ بقى ندوب كل الحاجات ديت كده مع بعض لحد ما تمتزج كده كلها مع بعضها. وبعدين بقى نبدأ ننزله بالدقيق شوية شوية، ما ينزلش بيه مرة واحدة كده، يعني عشان ايه ما يبقاش قاتم كده معانا. وهي دي الكوباية اللي انا عيرت بيها، ومقدار الدقيق 4 كوبايات تقريبا، نص كيلو من الدقيق يعني ايه، وشوية زيادة كمان ومعلقتين كده. وبعد كده لازم الدقيق يكون منخول، وانا سبت الكوبايه ده عشان انخلها معاكم، بس انا نخلت بقيت كميه الدقيق بتاعتنا. وابدا بقى اقلب بقى بالسباتولا كده الدقيق كده معانا مع المواد السمنه والدهنيه اللي احنا حطيناها ديت اهو. وبعد كده هنزل بقى ببقيه كميه الدقيق لحد ايه ما الدقيق تبدا العجينه تلم معانا. وعايزه اقول لكم حاجه، ان الدقيق في انواع دقيق كتير، ممكن دقيق يحتاج سوائل ياما، وممكن دي ما يحتاجش سوائل غير بسيطه جدا، وتلاقي العجينه لمت في ايديك وبقت كويسه. ابدا انزل بقى بكميه كمان من الدقيق كده، واقلبها كويس لحد برضو ايه ما تحسي ان الدقيق بدأ ايه برضو ايه يمتزج وكده. ولو حسيتوا بقى ان العجينة بدأت تتقل في ايديكم، والاسباتولا كده ما عدتوش عارفين تعجنوا بيها او تمزجوا بيها الدقيق مع بقية العجينة كلها مع بعضها، ممكن تبداوا تعجنوا كده بايديكم زي ما انا دلوقتي هبدأ اعجن بقى بايدي. انا نزلت اخر كمية من الدقيق اهوت، وانضف بقى الاسباتولا بتاعتنا ديت او المعلقة بتاعتنا اللي احنا بنقلبه بيها، وابدا بقى ايه اعجن بقى بايدي كده يا دوبك، بس هنلم العجينه مش هنعجن عجن جامد. وطبعا ايه انا يعني ايه مطوله الفيديو عليكم شويه علشان مثلا تشوفوا الطريقه بالظبط، وتشوفوا مراحل العجن، وتشوفوا كل حاجه ماشيه بالترتيب. يعني مش عايزه اكروتكم، ومش عايزه يعني ايه الدنيا تبقى يعني سهله كده قدامكم عشان تشوفوا العجينه وتشوفوها طريقه العجن بتاعها عامل ازاي. بس انا شايفه ان العجينه بتاعتي كده محتاجه شويه من السوائل، فانا هحط لها شويه من الميه اهوت، عشان ايه نظبط بس العجينه. انا كنت ممكن احط لبن، بس انا ليه حطيت ميه؟ عشان ممكن في العجينه دي نستعمل لبن او نستعمل الميه عادي، ده او ده. بس انا قلت لكم ان اللبن، انا بحب اللبن في العجين ايه معايا يعني. ودلوقتي اهي العجينه بدات تلم بسم الله ما شاء الله قدامكم زي ما انتم شايفين. ولازم العجينه كده تكون طريه في ايديكي، ما تكونش ناشفه قوي، عشان لو ناشفه يعني مش هتبقى قوي يعني. بس لازم العجينه زي ما انتم شايفينها كده لازم تكون بالطراوه والحلاوه ديت اهي. بس العجينه كده حلوه معاكي ما شاء الله، تحس اصلا العجينه خمرانه لوحدها. بس انا بقى هسيبها برضو
هغطيها واسيبها ترتاح مش اقل من نص ساعة، من نص ساعة لساعة، عشان تبدأ العجينة معانا كويسة. وبعد ما تخمر هوريها لكم. وادي العجينة بتاعتنا هي بتاعت القراقيش الخطيرة اللي هتبقى تحفة بصراحة. خمرت معانا اهيت بسم الله ما شاء الله، وارتفعت زي ما انتوا شايفينها كده. ابدا بقى ايه اخرج الهواء اللي في العجينه اهو، تشوفوا تلمي بقى العجينه تاني وتخرجيها الهواء اللي فيها كله. وابدا بقى ايه اشيلها من البوله كده بالشكل ده. شوفوا البوله حتى نضيفه ازاي. وابدا بقى ايه برضو يعني ايه اخدها شويه كده اظبطها شويه كده والم العجينه كده على الرخامه. وطبعا انت منضفه الرخامه بتاعتك وغسلاها كويس جدا، فما تقلقش من حاجه عشان دي مطبخك ودي اكلك ودي حاجتك، وكل حاجه فيها ايه بتاعتك انت، وده مملكتك اللي انت بتنضفيها ويتحافظ عليها. انا عملت العجينه اهيت هقسمها بقى الى 4 تربع كده بالشكل ده اهو. وبعد ما قسمتها ب4 تربع اخد كل ربع كده وابدا اكوره كده، اعمله كوره واحطه ايه بقى على جنب عشان الدنيا تبقى سهله معانا كده ايه واحنا بنعمل القراقيش وكده اهو. ادي الجزء التاني برضه اهو كورته حطيته، والجزء التالت برضه. شوفوا كل حاجه عاملاها لكم بالترتيب، والله ما رضيت اوصلكم اي حاجه من الفيديو عشان تشوفوه بالظبط. صدقوني الطريقه ده هتعجبكم جدا جدا جدا. واتمنى فعلا ان انتوا لو معايا لغايه دلوقتي في الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا للي ما اشتركش في القناه، وتعملوا بقى شير وكده. ودلوقتي بقى تبداوا تعملوا الارز زي ما انتوا شايفينها كده، نعملها زي الاسطوانه كده. ونبدا بقى ايه نبططها بالشكل دوت. وعايزاكم بقى تقولوا لي ايه رايكم، يعني التبطيط بتاعي حلو ولا وحش، يعني بعرف ولا ما اعرفش. يا ريت عشان لو في اي حاجه تعلقوا لي وتكتبوا لي في التعليقات، عشان فعلا رايكم هيهمني كويس جدا. ويعني بجد رايكم بالنسبه لي مهم جدا، وانا والله هتقبل كل الاراء وكده. وابدا بقى ايه اقطع القراقيش بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين. والله بتاعتنا او بتاعتكم، والله كل واحد. والله اتمنى ان كلكم تبقوا موجودين معايا وتاكلوه وتدوقوها عشان تقولوا لي بجد رايكم فيها ايه. بجد نفسي ان انتوا تعملوا الوصفه دي جميله جدا. وابدا اجيب بقى الصاج بتاعنا اللي هرص فيه القراقيش اهو. وطبعا عايزه اقول لكم حاجه، راعوا المسافات عشان هي لسه هتخمر. فمش عايزينها ان هي تلزق في بعضها، يعني خلوا فيه مساحه كده في ما بين كل قرقوشه وقرقوشه كده عشان ايه تخمر براحتها. وحتى واحنا بنخبزوها تقدر تتلدن من جميع الاتجاهات، ما تبقاش حته فاتحه على حته غامقه او يجوا يلزقوا في بعض تبص تلاقيها بقت عجين مش مظبوطه وكده اهو. وانا خلصت اول كوره اهي، اجيب الكوره اللي بعديها بقى كده. بس انا ايه بقى هوسع بقى اشيل الصاج ده بقى اوسع عشان اوريكم، يمكن ما خدت يعني ايه اوريكم بقى ايه العجينه على بعضها كده. وسعت لنفسي بقى اهو خالص. وابدا برضو اعملها كده زي اسطوانه، وابدا بقى ايه افرد ايه في العجينه كده اهو كده. وابدا ابططها برضو كده بالشكل ده. طبعا انت دي حريتك، انت عايزه تعمليها بقى قصيرة طويلة دي حاجة ترجع لك انت. في ناس بتحب القراقيش بتاعتها رقيقة، في ناس بتحبها عالية. فدي بقى بتاعتك انت حسب الرغبة بتاعتك. بس انا عاملاها ديت وسط يعني، ولا عالية ولا قليلة او ولا طويلة ولا قصيرة اهو. وابدأ برضو اقطعها كده عادي. احنا ممكن على فكرة نقطعها بالسكينة، مش شرط بالمشرشرة ديت، لا ممكن لو سكينة عادية عادي موجودة، اي حاجة موجودة عندك استعمليها. اي حاجة يعني، مش تقولي الحاجة دي مش موجودة لا ده انا هشتري عشان اعمل، لا مش شرط تشتري، اللي موجود في بيتك اعملي بيه اهو. ادي القرقشة اهيت. وبعد كده بقى انا هخلص كل الكميه بقى اللي هم الكورتين اللي لسه باقيين معايا دولت، وهوريكم بقى الكميه اللي انا عملتها من 4 كوبايات دقيق تقريبا، يعني نص كيلو ومعلقتين من الدقيق كده. بجد عملت لي كميه كبيره جدا جدا جدا. وكفايه اللي انت عاملاها في بيتك ونظيفه وبصي ومقاديرك وحاجه حلوه كده. ومليت البيت خير بصراحة ما شاء الله يعني. وادي القرقش بتاعتنا هي بعد ما خلصتها ما شاء الله. والله الكمية ديت اللي عاملاها لي كمية كتيرة جدا جدا، يعني انت لو بتشتريها شوف هتشتريها بكام من بره. وكفايه انت عاملاها بسمنتك ولبنك ودقيقك، وانت اللي حاطه ايديكي فيها. يعني بصي كلها حاجة حلوة كده يعني، بجد شغل فاخر من الاخر يعني. وطبعا لازم تخبزيها على درجة حرارة عالية جدا، درجة حرارة 200. في الفرن البوتاجاز بتاعك لازم الحراره، ويكون الفرن ساخن مسبقا، ما يكونش ايه
يعني ما يكونش بارد، لا تكوني مسخنه الفرن بتاعك كويس جدا وتدخليه على درجه حراره 200. هياخد معاكي بجد يعني من 12 دقيقه، يعني من 10 ل 15 دقيقه، مش هنقول 12 او 13 دقيقه لا، وحسب الفرن بتاعك وحسب درجه حرارته وحسب التهويه بتاعته. بس انا بقى هخبزها، انا عندي الفرن الغاز بتاعي حاطاه في البلكونه عندي، وهطلع اخبزها ايه في الفرن الغاز اللي هو بتاع زمان اللي هو بالانبوبه دوت. وبرده والله لو عملتها في فرن البوتاجاز برده هتبقى خطيره جدا. وهروح اخبزها بقى واوريها لكم بعد الخبيز عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله، شوفوا العجينه بتاعتنا بقت قرقيش خطيره، وشوفوا لونها وشوفوا شكلها عامل ازاي، والله والله مقرمشه وناشفه. مش عايزه اقول لكم عامله ازاي، خطيره. شوفوا حتى تحس ان هي من كل الاتجاهات مستويه، وشوفوا لونها عامل ازاي. تحفه بجد بجد والله جميله. شوفوا حتى لما اكسر لكم واحده والله نفسي تيجوا تسمعوا الصوت بتاعها عامل ازاي. رهيب صوتها والله، بقرمشتها بقى كده ونشوفيتها. والله والله احلى من الافران بكتير، كفايه اللي انت عاملاها عندك في البيت. وعايزه اقول لكم حاجه، ما تنسوش تعملوا اللايك والشير للفيديو، ولو عجبكم القناه ما تنسوش تشتركوا فيها لو بتشوفوني لاول مره. واشوفكم الجاي الفيديو على خير مع قناه مروه الحداد، وباي باي.